بيكم على صفحة بني سويف بلدنا. النهارده معانا الرجل الأمين والرجل المحترم، سواق التاكسي أستاذ أحمد رجب. مشرفنا النهارده على صفحة بني سويف، ونكون معاه كده في حوار خفيف ونتكلم عن الأمور اللي حصلت الفترة اللي فاتت واليومين اللي فاتوا. أحمد كان حديث الساعة بسبب أمانته وبسبب إخلاصه، لأنه كان لقى موبايل ولقى مبالغ مالية وقدر يرجعها لأصحابه. أستاذ أحمد، شرفتنا ونورتنا النهارده على صفحة بني سويف بلدنا. اهلا وسهلا بكم. انا شرف لي ان انا موجود معاكم النهارده والله. احكي لنا بقى عن اللي حصل بقى اليومين اللي فاتوا، والموبايل اللي انت لقيته في العربية والمبالغ المالية والكلام ده. والله انا بعد ما روحت خلصت الشغل، فرحت البيت بنظف العربيه، فلقيت التليفون ده واقع في العربيه من الدواسه، فلقيته فصل شحن. فحطيته على الشاحن وفتحت التليفون، فلقيت صاحبته بترن عليا، فقلت لها ما تقلش التليفون معايا وان شاء الله يرجعوا لك يعني وكده. فقلت لها خد رقم تليفوني عشان تتواصل معايا قبل ربما يفصل مني شحن تاني. فبالظبط ساعة بالظبط لقيت جوزها بيرن عليا وتواصل معايا وجاي البلد، قابلته خد التليفون مني وعطيته له. تمام. قلت لي برضو ان انت لقيت من فترة مبالغ مالية برضو بتاع ناس، وناس كانت رايحة المستشفى والكلام ده، وقدرت تتواصل معاهم. احكي لنا برضو الموقف ده. اه برضه كان جماعة ركبوا معايا من موقف محي الدين ورايحين عند الدكتور، وبعدها برضه خلصت الشغل لقيت المحفظة بقى كان آخر زبون هم يركبوا معايا، وكنت أنا مروح ولقيت المحفظة دي مرمية برضه في العربية. طيب، رجعت وصلت معاهم بقى نشرت على الفيس، وفي ناس برضو طلعت معرفة ليهم، كنت كاتب رقم التليفون وتواصلوا معايا وجم خدام الموقف برضه نفس الكلام. طيب، استاذ احمد ده راجل محترم، راجل قدوه لكل سواقين بني سويف، راجل الناس كلها بتشهد له بالامانه والصدق والاخلاص. انت عملت خير وربنا يجازيك، وان شاء الله يعني ربنا يعوضك خير وربنا يجازيك عن كل حاجه. والناس كلها يعني تعاطفت معاك، والناس كلها كسبت قلوب كل السوايفه بسبب لان الامانه في الزمن ده بقت حاجه نادره. واحنا بنشكرك على الموقف اللي انت عملته، واحنا بنعمل لقاء مع استاذ احمد عشان ننشر النماذج اللي زي كده. النماذج دي محتاجه الناس تقف في صفها والناس تدعمها، لان بقوا من النوادر دلوقتي. عايز اخدك بقى الحته بقى كده، سواقين التاكسيات في بني سويف. الناس بتقول، يعني الناس كده بتسال ليه سواقين بني سويف يعني في اماكن بيختاروها واماكن لا، في بيروحوا اماكن واماكن لا. يعني انت رايك ايه في الحوار ده يعني؟ والله انا عن نفسي اي حد بيشاور لي فبركبه، مع ده معاه فلوس ما معاه. فزي ما بقول لك والله عن نفسي انا اي حد بيشاور لي فبوصل مكان ما هو عاوز، مشوار بعيد قريب، انت كده جاي طالع تاكل عيش يعني، مش فارقه معاك بقى مشوار بعيد قريب. واحنا بنساعد بعضينا، بنساعد يعني بعضينا ربنا عالم بالناس. اه والله في الظروف صعبة اليومين دول، وكتر خير الناس. والله معاه فلوس ما معوش بركة برضه معاه يعني. يعني كتر خيرك والله، وربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمله وان شاء الله الناس كلها يعني نماذج، نلاقي نماذج زيك كتيره في السواقين بالذات يعني. طب ايه الصعوبات اللي بتقابلك بقى